مع الدكتور عصام، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. في ظل الحملات المكثفه اللي حضرتك بتقوم بيها، الحقيقه ابداع، واحنا بنحييك وبنحترمك وبنقدرك جدا. ابناء مدينه فوة يقدمون لك كل الشكر والتقدير على جهدك. ربنا يخليك. اخر حاجه يا فندم مسكتها امبارح كانت ايه؟ اخر حاجه مسكناها بقره مذبوحه بعد ما ماتت. البقره ديت اللي جالنا اخباريه بالليل هي داخله جوه تنباع لحمه بعد تشفيتها. تم ضبطها والكشف يعني كانت ميته واندبحت اندبحت بعد ما ماتت. الناس بتاكلها في فوة. ذبح غير حيوي. ذبح غير حيوي. ايوه. وتم ضبطها وعمل التقرير اللازم ومحضر واتعرض على النيابه. والنيابه طلعت قرار باعدام فوري. اعدام فوري. وانعدمت النهارده. احنا مش هنقول عند مين، ولكن احد التجار المشهورين جدا في مدينه فوة. احد التجار المشهورين. حط تحت المشهورين دي 100 خط يعني. أيوة. علشان بس الناس تاخد بالها وتعرف يا اخوانا، الناس تسال تعرف الختم بتاع السلخانه معروف، والختم البراني معروف وموجوده الاختام لو عايز حضرتك تصورها ومعروضه معايا دلوقتي لو عايز. فاحنا عايزين بس الله يخليك نحاول نوضح للناس ونرشد الناس على الصواب. احنا هناخد الختم بتاع حضرتك كده باللون بتاعه وهنجيبه، واللون الخارجي اللي هو بيندبح من بره ونوريه للناس ان شاء الله يعني باذن الله. حتى لو اجي لحضرتك السلخانه او اي مكان. الاجراءات المتبعه يا فندم ايه؟ الاجراءات المتبعه ان هو تم عمل محضر بالواقع. تمام. المحضر ده رقمه 8303. تم العرض على النيابه العامه بقوه. امرت النيابه العامه بالاعدام الفوري. تمام. وعمل تقرير باللازم وفعلا تم الاعدام في حضور رئيس القلم الجنائي وضابط شرطه. واتعدمت الحاله وتم بقى محضر وخد محضر احوال واتعرض على النيابه حاليا. طيب هنقول بقى اقصى عقاب للي بيوكل السم لابنائنا المفترض يبقى ايه؟ المفترض قطع رقبته. طيب الاجراءات القانونيه اللي اتخذت ضده؟ الاجراءات القانونيه حاليا اللي بتتخذ في وضع زي ده على اقل ما فيها ان هو بيبقى في حبس وفي غرامه لا تقل عن 10000 جنيه. هل تم استدعاء المذكور وحبسه؟ حاليا اجراءات في النيابه. يعني لحد دلوقتي حر طريق؟ لا، في واحد ممسوك اللي هو كان مع العربيه اللي هو اسمه زنباع ده. ومحبوس وطلع من النيابه بغرامه 1000 جنيه. طلع بغرامه. لكن النيابه هي اثبتت عمليا وفعليا وحضرتك وجميع الجهات المعنيه اثبتت ان البقره ديت مذبوحه بعد ما ماتت. طب احنا هننتظر اجراءات ايه بقى تاني؟ طب انت عايز دليل ايه؟ خلاص انتهت. كلمه توجهها لابناء مدينه فوة تقول لهم؟ بنقول لهم يا جماعه التزموا بالجزارين اللي هم المعتمدين اللي هم بيذبحوا في السلخانه. اي حد يلاقي مخالفه خلاف كده. هو هيقول لي وانا عارف مين اللي بيذبح. لا، الاختام موجوده. الاختام واضحه وموجوده، والاختام حاليا بنتعامل معاها بمنتهى الوضوح والختم واضح وبنعرض. يا دكتور عصام، الناس عايزه توضيح اكتر من ده وعايزه والله بنعمل حملات ارشاد بصفه مستمره. الحقيقه لو ما كانش حد زي حضرتك عنده شيء من الضمير يعني حملات ارشاد بصفه مستمره. وتوعيه للجمهور بصفه مستمره. عن طريق النوادي وعن طريق القاعات وعن طريق قاع الزراعه. وبنعمل ندوات بصفه مستمره لتوعيه الناس. نقول اسمك بالكامل ووظيفتك وتليفونك. الاسم بالكامل عصام محمد عبد المنعم المنيسي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر باداره فوة البيطريه. رقم موبايلي 0154 72041. اي مشكله يا اخوانا تحت امركم في اي وقت. لانه الحقيقه الراجل بالليل بالنهار على اتم الاستعداد. في اي وقت تحت امرهم باي وقت والله. معالي الدكتور عصام، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا باشا. تحياتي وتقديري ليك ومزيد من العطاء. ربنا يخليك. مزيد من التقدم وربنا يجازيك خير. ربنا يخليك. شكرا يا فندم.